بيبدأ مسلسلنا مع هارون اللي بيكون في العربية مع مراته بيلي وولاده كرم وإيجا، وبنعرف إن هارون بقاله 25 سنة سايب بلده وبيت أهله، وإن ده أول يوم يرجع فيه البلد لأنه قرر إن هو يستقر هنا، وكمان أولاده هيبدأوا الجامعة هنا. وكرم وإيجا بيكونوا توأم ودايما بيرخموا على بعض زي أي أخ وأخت طبيعيين. وبعد كده بيوصلوا لبيت عيلة هارون، وبيقف هارون وبيفتكر اللي حصل زمان معاه، وإنه كان بيترجاهم يفتحوا له الباب بس محدش كان بيرضى يدخله. وبيفوق هارون على صوت أمه اللي بتفتح الباب، وبدل ما تحضنهم بتزعق لهم، وبعدها بتسيبهم وبتدخل. فبيقول هارون لولاده الحمد لله على السلامه، وبيدخل الكل البيت وبيقعدوا على الفطار، وبتقعد الجده تطلع فيهم القطط الفطسانه، وبتقول لايجا على الانسيالات اللي في ايديها انها مش احسن حاجه وشكلها وحش وكمان بتجيب امراض. بتغير بيلي الموضوع وبتسالها عن حالها، فبترد الجده انها عجوزه، وبيضحكوا كرم وايجا لكن بيسكتوا فورا لما بيلاقوا جدتهم هتهزقهم. وبتسال بيلي عن حاله جدهم اللي في المستشفى، فبترد الجده انه عساف مش هيسمح لنفسه يفضل في الغيبوبه كتير، وان الدكاتره قالوا ان هو مش هيفوق لكن هو هيخيب ظنهم. وبتقول كمان انه اول ما يفوق هارون لازم يعتذر له. فبيتعصب هارون وبيقوم وبيقول لها انه جه علشان هو اصلا في المستشفى، لكن بمجرد ما يجي ابوه البيت هو مش هيفضل فيه. بتزعق الجده وبتقول له انا مش صاحبتك، انا امك، وانت لو معود ولادك ان هم يبقوا اصحابك فانت حر، لكن انا تحترمني. بتخرج ايجا مع كرم علشان يروحوا للجامعه، وبتكون ايجا مخنوقه وكمان متوتره علشان جدتها خلتها تقلع كل الانسيالات، وبتفضل تلبس فيهم بس الانسيال المفضل بتاعها واللي بيجيب لها الحظ على حسب معتقداتها بيقع منها. وبيقول لها كرم ان ده تخاريف وانها تركب بقى بدل ما يتاخروا. وفي الجامعه بيقول لها كرم انه مش هيحضر المباراه، وبيقول لها تجيب محفظته من شنطتها، فبتتضايق منه وبتاخد كل الفلوس من المحفظه من غير ما ياخد باله وبتديها له. وبعد ما بتمشي ايجا بيخبط كرم في بنت واللي بيكون اسمها دارين، وبتكون متعصبه جدا، وبتروح دارين لياغي وبتزعله قدام الجامعه كلها، وبتقول له انه ازاي يقول ان في حاجه بينهم، وبتقول انها ما تتشرفش بيه اصلا، وبتهزقه قدام الكل. بيتضايق ياغي من فضيحتها ليه خصوصا انه من صاحب الجامعه، وبيقرر ان هو ينتقم منها. بعدها بتروح دارين للمحاضره وبتدخل وبتقعد جنب ايجا، وفجاه بيجي لها رساله من ياغي وبتلاقيها صوره ليها صورها من غير ما تاخد بالها. فبيغمى على دارين وبتشوف ايجا الموبايل، فبترميه على الارض عشان محدش ياخد باله، وبينقلوا دارين على المستشفى، وبتروح ايجا معاها. وعند كرم في الكافيتيريا بيجي يحاسب بس مش بيلاقي فلوس، وبيخمن طبعا اللي ايجا عملته، لكن بينقذوا ايفرا وبيدفع له. فبيقف بعدها كرم معاه علشان يشكره. وفي الوقت ده بيجي لايفرا مكالمه ان دارين في المستشفى، فبيجري من غير ما يرد على كرم اللي بيروح وراه بسرعه. وفي المستشفى بيوصل كرم وبيشوف اخته، وبيسال ايفرا عن اللي حصل، فمش بترضى ايجا تقول له عن الصوره، لكن بتقول له ان هي اتبعت لها رساله ووقعت فجاه. فبيطلب منها الموبايل وبياخده وبيفتح كلمه السر وبيشوف، فبيجري على بره وهو بيشتم في ياغي وبيقول ان النهارده اخر يوم في عمره. وبيروح وراه كرم ووراهم ايجا اللي بتكون خايفه على اخوها وبتقول له ما يتدخلش، وبيضرب ايفرا ياغي وبيقول له انا حذرتك تبعد عنها. ولما اصحاب ياغي بيتكتروا على ايفرا بيتدخل كرم، وبيجي الامن اللي بيمشي ياغي واصحابه وبياخد كرنيهات ايفرا وكرم. بتتعصب ايجا من الظلم اللي بيحصل وبتقعد تزعق في الامن، وبيكون ياغي واصحابه بيتفرجوا عليها ومعجبين، والامن بيطلب منها الكارنيه بتاعها فبتطلعه وهي بتقول انها مش هتسكت. وبيروحوا كلهم تاني لدارين اللي بتكون فاقت ومنهاره، وبيحاول ايفرا انه يهديها. ولما بتسأل على موبايلها بتلاقيه مع ايجا وبتتخانق معاهم لما بتحس انهم شافوا الصوره، وبتقول لهم انها كانت لابسه مايو. فبيقول لها كرم انها تنزل الصوره وتقول انها كانت في المركب، وان طالما ما غلطتش المفروض ما تخافش من حد، لكن دارين بتزعق معاهم. فبياخد كرم اخته وبيمشوا، وايفرا بيقول لدارين ان ايجا هي اللي جابتها المستشفى وكرم اتخانق معاه علشانها. فبتجري دارين وراهم وبتعتذر لهم، وبتطلب منهم ان هم يجوا عيد ميلادها بالليل. وعند هارون بيروح مع مامته المستشفى لباباه لانها بتكون تعبانه، وبتقوم امه تبعد عن الاوضه علشان تدي لابنها فرصه انه يشوف باباه. وفعلا بيدخل هارون وبيصعب عليه ابوه جدا، لكن بيفتكر كل اللي حصل معاه زمان فبيخرج تاني. وفي البيت بتلبس ايجا فستان شيك، وابوها بيقول لها انه حلو، لكن جدتها بتقول لها تلبس جاكيت. فبتتضايق ايجا لكن بتضطر انها تسمع الكلام. وبتروح ايجا وكرم الحفله، وبيشوفوا دارين وايفرا وبيحسوا انهم مرتبطين. وبتحاول ايجا تتكلم مع ايفرا لكن بيعاملها كانها طفله، فبتقول عليه انه متكبر. وفجاه بيجي ياغي وبيضايق دارين، فبيتخانق معاه كرم. وبعدها بتتكلم دارين مع كرم عن ليه بيتجنبها، فبيقول لها علشان هي وايفرا مرتبطين وهي بتنكر ده. وعندي ياغي بيروح يبوظ عربيته، وبيقول لاصحابه ان هيقول لباباه ان كرم هو اللي عمل كده، وبيكون صاحبه فاركان بيهزر معاه وبيصوروا فيديو. وبعدها بيروح ياغي يقول لابوه عن اللي كرم عمله، وبنلاقي معامله باباه معاه وحشه جدا، وبنعرف انه بيخاف منه. وتاني يوم بيروح كرم وايجا الجامعه، بس بيلاقوا نفسهم ممنوعين من الدخول بسبب ان هم بوظوا عربيه ياغي. وبيروح كرم للجراج عشان يتخانق مع ياغي، وبيحاول ايفرا يبعده علشان ما يتاذيش، لكن كرم مش بيهمه وبيركب العربيه وبيخبط عربيه ياغي، وبيقول له انه طالما كده كده يتحاسب على حاجه عملها احسن. وفي البيت بيروحوا يحكوا لاهلهم ان المنحه هتتلغي بسبب اللي هم عملوه، والجده بتسمعهم وبتطلب منها بيلي انها ما تقولش لهارون حاجه لحد حتى ما يتصرفوا. وفي الوقت ده بيجي هارون وبيكون جايب لاولاده هدايا بمناسبه دخولهم للجامعه، وبيقول لهم انه للاسف لسه ما لقاش شغل بس ان شاء الله هيلاقي.
وبيتضايقوا الولاد جدا بسبب اللي عملوه وانهم بيزودوا همه بدل ما يشيلوا عنه. لكن فجأة الجرس بيرن وبيكون السيد عساف اللي بيكون خف ورجع لبيته، واول ما بيشوفوا هارون بيقول لمراته تلم حاجاتهم علشان يمشوا. لكن للاسف بتيجي فجأة الشرطة وبتقول ان مطلوب القبض على ايجا وكرم، فبيتعصب هارون على الشرطة وبيرفض ان هو يسيب ولاده، وفعلا بتاخد الشرطة معاهم للقسم. وفي القسم بيعرف هارون اللي كرم عمله في عربية راشد ابو ياغي، وان راشد رافع عليه قضية تعويض بقيمة 550 الف ليرة. لكن مع ذلك مش بيتعصب هارون على ولاده وبيقول ان كل حاجة هتتحل، وبيخرجوا من القسم على بيت تامر صاحب هارون. وعند دارين بتكون وصلت شقتها وبتشوف مامتها وهي سكرانة، وبنعرف انها بتكره حياة مامتها وانها عندها عقدة لتطلع شبهها. لكن للاسف بتشرب دارين بعد ما بتشوف صور كرم مع عيلته وبتزعل على نفسها، وكده غالبا هتبقى نسخة اوحش من مامتها. وعند ايجا بتسمع ابوها وهو بيتكلم مع مامتها وبيكون مخنوق ومش عايز ولاده يتسجنوا لانه اتسجن زمان لما ابوه اتخلى عنه وعاش اسوأ لحظات حياته، وبيقرر ان هو هيروح يتكلم مع راشد انه يسحب القضية. بتروح ايجا تتخانق مع كرم وبتقول له ان ابوهم هيتهان من واحد ملوش اي 60 لازمة، وبيروح كرم ياخد عنوان ياغي من دارين علشان يلحق باباه. وبعدها بقى بيجي ياغي لدارين اللي بتقول له انه شخص انتهازي زي ابوه، فبيرد عليها انها كمان زي مامتها، وبيطلع فيديو ليها لما كانت معاه وبيكون مصورها وهي مش في وعيها وبتتكلم عن ابوها وانه ازاي سابهم، وبيهددها انه هيوري الفيديو ده لباباها. وعند هارون بيوصل بيت راشد وبيوصل كرم وبينط من فوق السور وبيروح يسمع كلام ابوه مع راشد، واللي بيكون بيقول له انه معرفش يربي عياله، وبيكون هارون ماسك نفسه علشان خاطر ولاده، لكن كرم مش بيستحمل وبيهجم على راشد، فبياخدوا هارون لبره بسرعه وبيفضل يحضن فيه علشان يهدى. وفي البيت عند ايلا وعساف بتكون ايلا مش موافقه على عساف وانه طرد ابنه من البيت، وبتطلب منه رقم كمال صاحبهم اللي شغال في الشرطه علشان يساعدهم. وبتروح دارين لبيت افرا علشان تحكي له على اللي عمله ياغي، وهو بيقول لها انهم لازم يمسكوا دليل ضده ويهددوه انهم يبعتوه لابوه، وان ياغي بيخاف جدا منه وهيبعد عنهم بالطريقه دي. وعند كرم وايجا بيروحوا يقابلوا الاخصائي اللي مسؤول عن مشكلتهم في الجامعه، وبيحكوا له ان كل اللي قاله ياغي كذب في كذب، فبيقول لهم ان اداره الجامعه هتبقى محتاجه دليل. وعند جان بيشوف الفيديو اللي فوركان مصوره لياغي وهو بيخدش العربيه، لكن بيخاف انه يقول لاي حد. وكرم وايجا بقى بيقابلوا دارين وافرا اللي بيقولوا لهم ان هم هيساعدوهم يوصلوا للفيديو اللي كانوا بيتخانقوا فيه مع ياغي، وبيسالوا الجامعه كلها لكن الكل بيكون خايف. وبينجح افرا انه يوصل لمكان التسجيلات في الجامعه وبيروح كلهم يدوروا، وجان بيكون بيحرس المكان لكن للاسف مش بيوصلوا لاي حاجه. وعند ايلا بتروح تعرف عساف انها ترجع ابنها واحفادها للبيت مقابل انها تدفع منحه الاولاد، وده اللي بتكون اتفقت عليه مع بيلي، وبتقول له انه ضيع منها ابنها زمان لكن مش هتسمح ان هو يضيعه للمره الثانيه. وبعد ما بيوصل الكل البيت افرا بيكون كرم وايجا متضايقين جدا علشان تقريبا كده خلاص خسروا المنحه، لكن بيجي جان وبيقول لهم انه كان خايف لكن كرم عمره ما اذاه، وبيحكي لهم كل حاجه وان الفيديو مع فوركان. بيكون كرم هيروح لفوركان لكن افرا بيوقفه وبيقول له انه هيتصرف وبيدخلهم كلهم للبيت. تتصل افرا بمساعد باباه واللي بيكون اسمه روحاي وبيطلب منه ان هو يجيب تليفون فوركان، وبنعرف ان افرا بيكره ابوه وانه رئيس مافيا كبير جدا وافرا مش موافق على شغله وعلشان كده دايما كان بيبعد عنه. وبعد شويه وقت بيوصل التليفون لافرا اللي بيديه لدارين وبيقول لها انه لا اما تنقذ نفسها وتخلي الفيديو معاها علشان تهدد ياغي، لا اما تنقذ كرم وايجا. بتختار دارين كرم وايجا وبتروح تدي الفيديو لكرم وبيبان انها معجبه بيه. وعند كرم وايجا بيوصلوا لبيت راشد وبيوروه الفيديو وبيعرفوه ان ابنه هو اللي غلطان، وبيتفاجئوا لما بيضرب راشد ياغي بالقلم وبيبان قد ايه هو بيكرهه. بيروح كرم يقعد مع دارين على البحر بعدها وبيبان قد ايه ان الاتنين بدأوا يحبوا بعض. وعند هارون بيكون استلف فلوس من عصابه وبيكون رايح لبيت راشد وبيشوفوا ياغي وبيخبطوا بالموتوسيكل وبينزل يسرق الفلوس وبيسيبه ينزف وبيمشي. بيروح الكل بقى المستشفى لهارون وبيتصل ابوه لما بيعرف بالمستشفى علشان يطمن على ابنه، وهارون بيخاف على الولاد فبيقول ان هو ما يعرفش مين اللي خبطه، وكمان بيقول ان مفيش حاجه اتسرقت منه علشان محدش يعرف ان هو استلف. لكن بعد شويه بيلي بتعرف كل حاجه، وايجا كمان بتعرف ان ياغي اللي عمل كده لما بيقول ابوها ان الموتوسيكل اللي خبطه كان لونه احمر، وبتبلغ كرم باللي عرفته. وعند دارين بتروح لافرا وبتعرفه انها ادت التسجيل لكرم، فبيقول لها افرا انها بتحب كرم لكن هي بتنكر ده، وبيبان قد ايه افرا بيحبها وبيغير عليها، خصوصا ان هم شبه بعض في حته الاهل وان هم مالهمش غير بعض. ولما بيرجع افرا البيت بيلاقي ياغي اللي بيكون جاي وناوي ان هو يستفزه لحد ما يضربه والكاميرات اللي قدام البيت تصورهم، وبكده ابو افرا يعاقبه وفعلا بيوصل اللي هو عاوزه وبيمشي. وبعد شويه بتيجي ايجا اللي بيكون جايبه معاها قطه لقتها في الشارع وصعبت عليها وبتقول له يربيها، لكن بتلاقيه متعور فبتدخل وبتعقم له الجرح وبتطلب منه يساعدها في انهم يعرفوا اذا كان ياغي هو اللي ورا حادثه باباها ولا لا. لكن افرا بيقابل كل حاجه ببرود تام مع انه بيكون حاسس ان هو معجب بيها لكن مش بيبين ده. وعند بيلي بتقول لهارون ان هم لازم يرجعوا البيت باباه علشان يدفعوا التعويضات واولادهم ما يتسجنوش. وياغي بقى بيروح لدارين وبيقول لها انه كلم باباه يكلم ابو افرا علشان ضربه، وانه زمانه دلوقتي ابوه عاقبه، وان كمان كرم وايجا هيتفصلوا، وان ابوهم كمان عمل حادثه، وانها بقت لوحدها، وانها لو ما اعتذرتلوش هيبوظ
وبتبوظ حياة الكل. بتروح دارين لبيت إفرا علشان تطمن، وفعلا بتلاقي البيت كله مليان حراس، وبيكون أبوها عاتهم علشان يفضلوا حواليه ويضايقوه. وبيشوفها إفرا وبيهديها، لكن هي بتبصله وبتسيبه وبتمشي. وبتروح للجامعة وبتعتذر لياغي قدام الكل وبتقول إنها غلطانة، والكل بيستغرب تصرفاتها وإنها رجعت له بعد كل اللي عمله. وبعدها بيلموها كرم وإفرا وإيجا، لكن هي بتقول إن دي الطريقة الوحيدة علشان يبعد عنهم. وبترجع ملحق كرم وإيجا لما بيهددوا راشد إن هم يودوا الفيديو اللي معاهم للشرطة. وعند دارين بتتفق مع إفرا إن هم يدوروا على دليل تاني ضد ياغي علشان يهددوه بيه. وعند كرم وإيجا بيبلغوا البوليس إن هم شاكين إن حادثة باباهم بسبب ياغي، فبيقول لهم إنه لازم دليل. وبيروح إفرا ودارين لبيت كرم علشان يتعاونوا سوا ويجيبوا دليل ضد ياغي. وبيعزمهم هارون يدخلوا ياكلوا سوا، وبيشوفوا حنية هارون على أولاده، وبيتمنوا لو أهلهم حنينين عليهم كده. وبيطلب إفرا من إيجا إنها تهربوا من غير الحراس اللي أبوه موقفهم بره يشوفوه. وفعلا بتهربوا من الشباك، لكن رحي بيشوفوا وبيساعدوا. وبيروحوا على المستشفى اللي كان هارون فيها وبيلاقوا دليل ضد ياغي. وعند كرم بيكون بيتكلم مع دارين وبيكون متضايق منها بسبب اللي عملته في الجامعة، وهي بتقول له إنها كان لازم تعتذر علشان ياغي يبعد عنهم، فبيقول لها إن هم مختلفين جدا عن بعض. بيروح بقى إفرا يقابل ياغي وبيقول له إنه دلوقتي في دليل في إيده إن هو اللي حاول يقتل هارون، وإنه يبعد عنه وعن دارين أحسن له. وبتيجي دارين لإفرا بعدها وبنعرف إن هي اللي قالت له يعمل كده، وبتكون اختارت نفسها المرة دي. وبعد كده بيرجع هارون وولاده البيت عساف بعد ما بيقول لهم إنه هيدفع التعويضات، وفعلا بيدفع الفلوس لولد راشد وبيكون بيتحكم طول الوقت في الولاد. وده بيضايق هارون وبيفضل يزعق، وبتنهار بيلي وبتقول له إن هي السبب، لكن هو بيهديها. وبيقرر كرم وإيجا إنهم يلاقوا شغل علشان يساعدوا هارون. وبيتجاهل كرم دارين في الوقت ده وبيكون لسه زعلان منها، وهي بتكون حاسة بالذنب بسبب اللي عملته. وبالليل بتتصل سيميلا بكرم وبتعرفه إن دارين في البار وإنها بتتصل بإفرا علشان يجي ياخدها، لكن مش عارفة توصل له. فبيروح كرم وبياخدها على بيته لأنه مش بيكون عارف عنوانها. وبتقعد دارين تعتذر له كتير. وفي أوضة إيجا بتبعت رسالة لإفرا علشان يشوف لها شغل. تاني يوم الصبح بقى بياخد كرم دارين من البيت، وبتعرف إن هو ما استغلهاش بل بالعكس طمنها عكس ما ياغي عمل معاها. وإفرا بقى بعد تفكير كتير بيقرر إن هو يساعد إيجا وبيجيب لها شغل في المطعم بتاعه. وبالليل في المطعم بيكون ياغي هناك وبيشوف إيجا وبيرخم عليها، لكن هي بتتجاهله. وفجأة بيحاول واحد في المطعم إن هو يلمسها، فبتتضايق وبتزعق وبتجري على بره. وبيشوفها ياغي وبتصعب عليه وبيقوم وراها وبيطلب منها إن هو يوصلها، لكن هي بترفض. وفي نفس الوقت ده بيجي إفرا اللي بيكون رحي يبلغه بكل حاجة، وبيسأل إيجا عن اللي حصل بعد ما بيشوفها بتعيط. بعدها بيدخل يضرب الراجل في وسط المطعم وبياخد لها حقها وبياخدها وبيمشوا. وعند كرم بيروح مع دارين لحفلة وبتقول له إنها بتحبه، وهو كمان بيعترف بحبه. لكن في الوقت ده بيجي ياغي وبيقول له إنها معاها دليل من ورا حادثة أبوه، وإنها اختارت نفسها وحمايتها عنك هي وإفرا. فبيتصدم كرم من الكلام وبيسيبها وبيمشي من الحفلة من غير ما يسمع منها كلمة زيادة. وبيتصل بأخته، ولما بيعرف إنها مع إفرا بيتعصب جدا وبيروح لهناك علشان ياخدها. وعند إفرا وإيجا بيوصلوا لبيت إفرا اللي بيكون حواليه حراس كتير، وبيقول رحي لإفرا إنه هيسيب البيت ويجي للفندق بأمر من أبوه علشان اللي حصل مع ياغي. بيدخل بعدها إفرا يجيب القطة، وبتتفاجئ إيجا من تصرفه. وفي الوقت ده بيجي كرم وبيتخانق مع إفرا وبياخد إيجا وبيمشي، وطبعا بيحكي لها على كل اللي حصل. وبتقول دارين لإفرا إنه عارف الحقيقة. بيوصلوا كرم وإيجا البيت وبيشوفهم عساف وبيزعق لأنهم متأخرين بره البيت. وكمان إيجا اللي بتكون لابسة لبس الشغل، فبيزعق هارون وبيقول له إنه ما يتدخلش في ولاده. لكن والأول مرة أول ما بيدخل بيهم الأوضة بيزعق لهم جامد لأنهم وصلوه إن هو يوطي راسه، وإن هم مش بيعرفوه تحركاتهم. وكمان إيجا اشتغلت من غير ما ترجع له. وبيكون كرم وإيجا زعلانين جدا لأنهم زعلوا هارون. وتاني يوم في الجامعة بيضايق ياغي كرم، وبتقرر دارين إنها تدي التسجيل اللي بيدين ياغي لكرم، لكن كرم بيرفض ياخده. فبتروح تديه لإيجا، لكن إيجا بتقول لها إن كرم هو اللي يقرر. بعدها بيشوف ياغي دارين وهي بتدي لكرم التسجيل، فبيبعت الفيديو بتاعها لأبوها. وعند إفرا بيروح لبيت أبوه وبياخد أخته الصغيرة ميلا اللي بيكون بيحبها جدا، وبيروحوا على مكان علشان يلعبوا. وهناك بتروح لهم إيجا اللي بتكون عرفت مكانه من رحي، وبتطلب منها ميلا إن هم يلعبوا سوا. وفعلا بتلعب معاهم إيجا، وبتلاحظ قد إيه إفرا شخص طيب عكس ما بيبان عليه. وأخيرا بتكشف دارين حياتها لكرم وبتاخده على البيت وبتوريه حالة مامتها، وبتقول له إنها كانت بتسمع دايما أبوها وأمها بيتخانقوا صوتهم عالي. وفي مرة أبوها ساب البيت نهائي وهي فضلت تجري وراه، لكن هو حتى ما بصش وراه. وإن أمها بتاخد أدوية، ففي يوم هي قررت تجرب، وفعلا من يومها وهي زي أمها بالظبط، وكل ده من غير ما تاخد بالها. وبتديه التسجيل وبتقول له إنه هيفيده أكتر. بياخد بعد كده كرم التسجيل وبيروح لأبوه علشان يقدمه للشرطة، لكن هارون بيرفض وبيقول له إن ياغي كده كده هيخرج نفسه منها. وعند إيجا وإفرا بيروحوا على الفندق علشان إيجا تغير هدومها اللي اتبهدلت. ولما بتخلص وبينزلوا بيقابلوا ياغي اللي بيقول لها إن إفرا شخص مش كويس، وإنه خبى تسجيل أبوها زيه زي دارين. وبتمشي إيجا وإفرا وبيشوفوا كرم اللي بيكون ممسوك لأنه حاول يسرق عربية ياغي، وبيطلب إفرا منهم إن هم يسيبوه. وبيقرر إن هو يساعد كرم،
كرم وبيقول له مش هنسرقها، هنعمل حاجه احسن، وايجا بتكون هتتجنن من تصرفاتهم. بعدها بيقول إفرا الرحي يمسح تسجيلات الكاميرات وبتختفي عربيه ياغي وبيكون هيتجنن وبيسأل عليها خصوصا ان هي جديده. وعلى الناحيه التانيه بيكون كرم مع إفرا في ساحه الخردة وبيكسروا العربيه. تاني يوم الصبح بقى بيصحى هارون على اتصال من سيجي زميلته في الجامعه وحبيبته القديمه، وبتكون جايبه له شغل معاها. بتغير بيلي جدا طبعا، لكن مع ذلك بتشجعه هي واولادها وبينزل علشان يروح شغله. وبيصحى ياغي وبيلاقي كرم في وشه وبيديه مفتاح عربيته وبيقول له ينزل يشوفها في مكان معين. ولما بينزل ياغي وبيلاقي العربيه بقى حته حديده بيخاف جدا من اللي هيعمله ابوه لما يعرف. وفجاه بيظهر ابوه، ما اكيد يعني إفرا مش هينسى، وبيقول لابوه ان النهارده مفيش فلوس تاني ولا في عربيات، وانه زهق منه ومن إفرا وبيمنعه حتى يناديله ببابا تاني. وعند دارين بيجي ابوها وبيضربها بالقلم وبيقول لها انها فعلا بقت نسخه من امها، لكن خلاص كفايه كده، وانه ياخدها معاه وهو مسافر تعيش مع مراته التانيه واولاده. وبتكون دارين مخنوقه منه جدا ومن امها اللي ما دفعتش عنها. وياغي بقى وهو رايح الجامعه مش بيكون معاه فلوس وبيركب الباص وبيقابل جان اللي بيدفع له. واول ما بيوصل ياغي الجامعه بيتخانق مع إفرا وبيروح يقعد مع اصحابه وبيقرروا ان هم لازم ينتقموا من إفرا وكرم. بعدها بتروح دارين بسرعه لإفرا وبتطلب منه يساعدها، لكن إفرا بيتعصب عليها لاول مره في حياته وبيقول لها انها بتستغله وانها بتفكر في الكل، لكن عمرها ما فكرت فيه ولا حتى لحظه واحده. وبيقول لها انه مش هيساعدها تاني وبيسيبها وبيمشي. وهنا بينتهي الجزء الاول من مسلسلنا. لو عجبك المسلسل اعمل لايك واشترك في القناه واكتب لنا لو عاوز الجزء التاني او اي مسلسل جديد. سلام.